السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ شايفين الحمام الكداب الحلو ده؟ تعالوا نعمله مع بعض. هنا انا جبت حله، نزلت فيها بصلايه مبشوره وهقلبها كويس، وبعدين هنزل عليها بحبه ملح، وبعدين هنزل عليها بحبه بهارات. البهارات بتاعتي هتكون عباره عن بهارات فراخ وحبه كركم وحبه قرفه وفلفل اسمر وكمون وورق لوري، وكان عندي ليمونتين. الليمون المجفف ده عادي عندكم حطوه، مش عندكم خلاص مش لازم يعني. المهم ونزلت بحبة بابريكا برضو، وهقلب المكونات دي كويس قوي لحد بس ما اشم ريحتها. اول ما اشم ريحتها هنزل بالرز بتاعي. انا كنت طبعا غاسله الرز وركناه على جنب على بال ما اعمل البهارات يعني واظبط الدنيا كده. بعدين نزلت بالرز بتاعي وهقلبه كويس، وبعدين هحط له ملح وميته واسيبه ايه بقى يعني يا دوبك يشرب ميته، وهقول لكم هنعمل ايه. لو وصلتوا معايا لهنا ما تنسوش تعملوا لي لايك وكومنت، وعايزه تفاعل يا جماعه على صفحه الفيس وعلى اليوتيوب. انا عايزه اللي ما عملش اشتراك يخش يعمل اشتراك ويفعل الجرس، وظبطوني بقى يا جماعه. هنا كنت حطيت واحده مرقه ماجي بتطعمه شويه، بتخلي طعم الرز حلو، وحطيت له الميه وهسيبه بقى ايه يشرب ميته. هنا عندي البصل، حبه بصلايه برضو مبشوره، حطيت عليها ملح وفلفل وهقلبهم كويس. وده يا جماعه وراك. بتروحي للراجل تقول له انا عايزه وراك اعملها لي حمام كداب، فهو بيخليها لك وبيديها لك كده. تمام. انا كنت جبتها بقى ونضفتها كويس ونقعتها بالمحلول الملحي بتاعي اللي هو ملح وليمون وميه، نقعتها لمده ساعتين. وبعدين ايه جبت الفلفل والملح والبصل، وهحشي بقى هحشيهم بقى من جوه ومن بره كويس قوي. على فكره الخطوه دي بتفرق في الطعم قوي يا جماعه، والله جربوها وهتدعولي. بتخلي طعم الفراخ حلو قوي. المهم ان انا ايه تبلتها من جوه ومن بره وسبتها ركنتها على جنب. هنا كنت مقطعه بطاطس وحطيت عليها بصل وفلفل، وعصرت عليها طماطميتين، وهحط لها ملح وفلفل وكمون وشطه وكزبره وايه وهسويها يعني جنب الاكله اللي احنا هنعملها. دي صينيه ني في ني كده من غير اي حاجه خالص، بس كده. تمام. هنا بقى كان الرز شرب ميته، اخدت منه معلقتين كده يعني ايه عشان احشي بيهم ايه الحمام الكداب بتاعي. هنا جبت الوراك وهحشيها كده بالرز. هدخل الرز كده يا جماعه، ودخله عادي كويس ما تقلقوش يعني. المهم دخلت الرز كده، وهبتدي بقى ان انا ايه ادخل فيه كده لجوه يعني، وبعدين هقفله بالخله. بس الطريقه سهله جدا يا جماعه والله العظيم، مش صعبه خالص يعني. وبعدين بقى بص انا بضغط عليها عشان ايه اعرف اقفلها يعني، بس كده. وبعدين هقوم قافلاها برضو هنا من فوق بالخله، بس كده خلاص. وبعدين بقى هرصصها. انا كنت هرصصها فوق الصينيه وبينه وبينكم يعني، وبعدين قلت لا ايه خليه في صينيه لوحده. بس بعد ما حطيته هنا شلته تاني. حطيته في صينيه يا دوبك اخد غلوه كده على النار يعني شويه، هو اصلا بينزل ميه وبينزل حاجات يعني. وبعدين قمت مدخله الفرن، اخد اللون بتاعي زي ما انتم شايفين كده. هنا بقى كان خلاص استوى. طبعا الرز ده انا بعد ما سويته وحطيته تحت اهوت، كان طعم الرز جميل قوي يا جماعه والله، والحمام كان جميل قوي.